اللي سكن قبلهم قال انا صحيت الساعه 3 الفجر لقيت كل الصور مقلوبه في وسط البلد في عماره قديمه في شقه رقمها 302 ايجارها 75 جنيه في الشهر. الناس في الاول ضحكوا وقالوا دي شقه لقطه، بس بعد كده الضحك ده اتحول لصمت، ولحد النهارده محدش كمل فيها اسبوع. كل مره ساكن جديد يدخل الشقه وفي اول ليله يسمع صوت جر في الارض وكأن في حاجه بتتحرك ورا الحيطه. اللي سكن قبلهم قال انا صحيت الساعه 3 الفجر لقيت كل الصور مقلوبه وكل المرايات مكسوره والباب مفتوح بس مش بيخرجك، ولما تطلع منها تلاقي نفسك راجع لنفس الأوضة. في واحدة دخلت الشقة وهي حامل وبعد 4 أيام فقدت الجنين بتاعها. المفاجأة إنها لما راحت تعمل سونار الدكتور قال لها أنت كنت حامل فعلا بس في حاجة ضربت الجنين من جوه. كل اللي سكنوا هناك بيحكوا نفس الحاجات، ظل بيعدي في المراية، حد بيهمس باسمك من الأوضة التانية، ريحة غريبة في الصالة شبه تراب المقابر. العمارة نفسها متسجلة في الحي لكن الشقة دي بس ملهاش صاحب معروف، مفيش عقد اصلا. الناس كانت بتدفع الايجار ال 75 جنيه لبواب العماره وهو بيقول لهم خد المفتاح اهو وجرب. حد في مره قال ان شاف واحده ست واقفه في البلكونه بس الشقه وقتها كانت فاضيه، وساكن تاني طلع الساعه 4 الفجر وبيصرخ في الشارع هي قالت لي انكم بتاخدوا مكاني كل مره. الناس قالت ان الشقه مبنيه فوق مكان فيه جثه. طيب هل فعلا في شقه بالشكل ده؟ وليه دايما بقى البلكونه بتاعتها فيها ظل حد واقف؟